طيب في ناس بتقول ان في الاوت دور ما ينفعش اصور بكروب فريم، او الكروب فريم خلاص ما ينفعش يتصور بيها دلوقتي. في الفيديو ده هنجرب مع بعض لو صورت بكروب فريم ولو صورت بكاميرا ميرورلس حديثه، هل هيبقى في اختلاف في الكواليتي ولا لا، وهل الصوره تبقى ملاحظه ولا لا. انا عن نفسي مش عارف الريزلت هتبقى عامله ازاي، بس هنشوف الكروب فريم الكلام هيبقى عامل ازاي فيه. طب يا ستوب ايه في ايه يا كابتن بكر؟ ايه وهنشوف الفول فريم ايه المشاكل هتقابلنا فيه. طبعا احنا بنصور الشمس جايه من هنا، معانا الموديل وينجي اللي هتبقى الموديل بتاعتنا النهارده كالعاده زي ما احنا عارفين من الفيديوهات اللي فاتت او الفيديوهات اللي هتنزل على حسب. دي الفراقه بتاعتنا. مالك بص لي كده. هنشوف هنحط الاضاءه بتاعتنا منين، وهنعمل سيت اب الاضاءه بتاعنا، وهنستخدم كام اضاءه هنشوف. فخليكم معانا. زي ما احنا عارفين ان احنا ما ينفعش نستخدم الاضاءه من نفس اتجاه الشمس، يعني هي الشمس جايه من الناحيه دي ما ينفعش نستخدمها من الناحيه دي عشان مش تعمل اي حاجه، لا انا بستخدمها من الناحيه الثانيه هنا عشان تعمل فيل لايت. هي دي اللي هتبقى الفيل لايت بتاعتي، الاضاءه الاساسيه بتبقى الشمس، الفيل لايت هو ده. طيب احنا دلوقتي هنصور بالكاميرا الميرورلس اللي هي الار، ومعانا اللينس ال 85. هنشوف الريزلت هتبقى عامله ازاي، وهنشوف الكاميرا الكروب فريم هي ايه. اول حاجه انا برضو بتست الامبيانت لايت، بشوف انا محتاج ايه من الباك جراوند بتاعتها. ممكن تيجي كده شويه سنه بسيطه ورا. هنتست الباك جراوند بتاعتنا نشوفها عامله ازاي. هي بس مشكله الاضاءه الاوت دور ان هي كل شويه الشمس بتتغير، فهي دلوقتي في سوفت شويه على وشها بس الشمس لسه موجوده. فهنبتدي نتست ونشوف. طيب انا شايف ان هي لسعه. هبتدي اسرع شطر شويه وابتدي افتح عدسه، اخليها فتحه عدسه 2 شطر 1/500. ممكن اقفل تاني 640. اعتقد كده لذيذه. هبتدي ادخل بقى، خليكي زي ما انت معلش. هبتدي ادخل الفلاش واشوف باوره هيبقى عامل ازاي. حلو قوي. تاني. طيب انا المين بتاعي 1/16. هجرب اعليه واشوف هل في افكت متاثر ولا لا، واجرب تاني. يلا بينا. اعتقد لما عليناه كده بقى احلى شويه. تاني. حلوه. الكاميرا التانية اللي هنستخدمها هي النيكون الدي 3300. هي كاميرا قديمه شويه، هنجرب نصور بيها ونشوف ايه الاختلاف. طيب اول حاجه هتقابلنا ان احنا لازم نتست برضو الاضاءه بتاعتنا الامبيانت لايت عامله ازاي. هنخليها طبعا ايزو 100. فتحه عدسه مش هنقدر نفتح 2.8 لان هي دي 1855، هتبقى اوسع حاجه فيها 3.5 5 و6. فاحنا هنصور على ال 55، فساعتها هتبقى فتحه العدسه 5 و6. في مشكله كمان هتواجهنا ان الار فيها هاي سينك سبيد، انما ال 3300 ما فيهاش هاي سينك سبيد. فعلشان نعادل الضوء هنحتاج نقفل فتحه العدسه، ففتحه العدسه لما تتقفل الباك جراوند بتاعتنا هتبان اكتر. هنجرب ونشوف. يا لهوي، لا بطيئه قوي الكاميرا. طيب انا شايف ان الاضاءه كده مظبوطه الى حد ما. السيتنج بتاعتي هي ايزو 100 شطر 160 فتحه عدسه 5 و6. هبتدي ادخل بقى الفلاش ونشوف. يلا بينا. هاخد حاجه فول بودي بقى. طبعا احنا في الاوت دور فالهواء جامد، فلازم يبقى في حد معايا يمسك الاضاءه علشان لا قدر الله الهيد ما يقعش. يلا بينا. حلو قوي. انا في بس مشكله ممكن بتواجهني وانا بصور بالكاميرا الكروب
او العدسه دي ان هي فتحه العدسه بتاعتها متغيره. يعني انا لو فتحت 18 بقت 3.5، لو قفلت 55 فهتبقى 5 و6، فالاضاءه هتختلف من كل صوره للتانيه. فانا لازم ابقى مثبت فتحه عدسه معينه علشان الاضاءه ما تختلفش معايا. تعالي بقى كده اكتر، بس شكرا. نرجع سنه ورا. انا هجرب اخد حاجه وايد قوي. يلا. وده الفرق ما بين الكاميرا الكروب فريم والكاميرا الفول فريم او الكاميرا الميرورلس. الاثنين هيطلعوا لك نتائج مع اختلاف شويه حاجات في الكاميرات الكروب فريم، بس مش معنى كده ان انت ما تقدرش تصور بكاميرات كروب فريم في الاوت دور. استنوني في فيديوهات جايه، قولوا لي انتم محتاجين ايه في الاضاءه اندور اوت دور. اشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.